ما تيجي نشوف ال3 مهاجمين المرشحين للنادي الأهلي الموسم الجاي، هل أصلًا ينفعوا للنادي الأهلي والّا لأ؟ ده لعيب يا صديقي من زيمبابوي اسمه تواندا، بُص يا صديقي بيفكّرني بلاعب في النادي الأهلي، بُص كده يا صديقي، أدي R2 وأدي R2 تانية، بُص بيفكّرني بلاعب والله في النادي الأهلي كده عندنا، بُص يعني هي دي تحرُّكه الصراحة حلو، يعني بُص الكرة مرفوعة هو ده أصلًا، بُص أصلًا تحرُّكه حلو، ولكن فينيشه بالشمال حاسّه ضعيف جدًا، الدخلة دي دخلة واحد ممكن يبطّل اللي قدّامه كورة، بُص كده يا صديقي عمل إيه، بوم! إيه يا عم أنت بتلعب مصارعة والّا إيه؟ أنا حاسّه لعيب مش قد كده، بُص الكرة دي برضه كارثة، يعني أنت أصلًا الكرة مرفوعة لك قدّامك مساحة، بُص أصلًا بيستلمها إزاي، بيستلمها لورا واللعيب دوّة بُص بيجري له أهو، بُص العب لي، العب لي، لأ أنا هالعب برضه R2 في أي حاجة وخلاص. بُص برضه دي الfinish بتاعه بالشمال ضايع خالص وباليمين كمان وحياة أبو الجود. بُص الكورة دي برضه يعني هو سريع الصراحة، ولكن فينيشه ضايع أوي، فأنت ليه أصلًا تفكّر في لاعب زي ده؟ اللعيب التاني اسمه تيميروف أوزبكستاني، بُص كده يا صديقي يعني هو ماشي أحسن منّه شوية، ولكن برضه هل ينفع للنادي الأهلي والّا لأ؟ بُص هو ده اللاعب. ده كان في أول الفيديو فقُلت قشطة شكله بيشوط حلو أوي. بُص كده يا صديقي شوطة حلوة جدًا في الجون تمام، بس يا صديقي ما شُفتش ولا شوطة تانية زيّها في أي جون. دي الكرة التانية تحرُّكه حلو أوي الصراحة في المساحة، بيعرف يفتح مساحات حلوة أوي لنَفْسه، بُص يعني هو ديّة برضه بيعرف يفتح مساحات حلوة أوي لنَفْسه، finisher حلو، ولكن بتاع مساحات، يعني أنا شايفه إن هو لعيب مساحات أكتر، يعني ينفع في فريق فيه تحوّلات أكتر من إنه يلعب في النادي الأهلي اللي هو الفرق اللي قدّامك كلّها بتلعب تكتلات دفاعية، فيعني أنا شايفه مهاجم حلو ولكن ما ينفعش في style النادي الأهلي، إحنا عارفين طبعًا إن إحنا في الدوري المصري اللعيبة كلّها بتلعب ورا الكورة أصلًا. التالت طبعًا المغربي سفيان بن جديدة أو بن جديدة، بُص كده يا صديقي فينيشه رائع وكمان لعيب هجّام جدًا ولعيب شويط وكل حاجة، بُص كده يا صديقي هوبا أول جون فاهم، بُص لعيب شويط حلو أوي، لعيب قوي، لعيب بيفتح مساحات برضه لنفسه حلو. لعيب بيلعب بالhead حلو برضه، بُص على طول من مرّة واحدة أنا مش هاستنى، يعني أنا اللي عاجبني فيه إن هو بيلعب من one touch فاهم، يعني هو ما بيستناش بقى مثلًا يقعد يحنجل بيها، على طول يا باشا جون، بُص على طول، وهنا يا صديقي حَط اللاعب في ضهره حلو أوي، بُص لمّا تتعاد حَط اللاعب في ضهره خلاص وصل للجون، بُص خلاص فتح لنفسه مساحة وصل للجون، فأنا شايفه إن هو ده اللعيب الوحيد اللي ينفع في النادي الأهلي. وطبعًا زي ما إحنا شُفنا ال3 مختلفين تمامًا، فهي النقطة هنا الscouting بيختار بناءً على إيه؟ المفروض إن أنت بتكون محدد profile معيّن لمهاجم علشان يساعدك في الخطة اللي أنت عايز تعملها، والّا هو مهاجمين موجودين وخلاص ويالّا يا باشا اشتري منهم وخلاص؟ هنرجع تاني لنفس النقطة بتاعة الموسم اللي فات واللي قبله، إن أنت بتجيب مهاجم بيكون بطيخة، يا إما تطلع حمرا يا إما تطلع قرعة، بس كده يا صديقي، سلام.